بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يلا كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. سبب علو العربية دي كانت مسروعة، والبوابات بتاعت المنفل كانت طارت منه. المهم، ده برضو من أسباب اللي هو إن العربية تعلى وتتسرع، عشان تبقوا عارفين. الملخص بقى بتاع الفيديو هنا، ان انت دلوقتي لاغي البوابات او مطبب الملف. طيب ماشي، طببه. طب ازاي تطببه والبوابات من جوه مقفوله؟ طب ازاي؟ طب هو هل هي نازله كده مقفوله؟ عمرها. فاهمني؟ يعني انت لو بصيت في المنفل الجديد ما بتبقاش مقفوله كده قبل ما بتتلغي. طب ماشي، الغي البوابات بس خليها مفتوحه، يعني خليها موسطنه. ده انا بوصل لك انت الرساله عشان تبقى انت عارف وانت واقف. لو مثلا منفل زي ده حصل فيه حاجه عندك وجيت تطبب البوابات، ماشي طببها، بس تبقى واقف مثلا مع الراجل قول له يعني ما تخليش البوابات مقفوله. طب ما انت كده بتسد الهواء. فاهمني؟ في عين تانية شغاله. امال هو نازل بعينين ليه؟ انت فاهمني؟ ده المقصد من الفيديو، ان انت تعرف ان المنفل من ضمن اسباب ان العربيه تعلى، الار بي ام يعلى وتتسرع، وبتكون بقى سرعتها عالية عن الطبيعي. فاهمني؟ والمقصد التاني ان انت لو جيت تطبب المنفل ما تخليهوش يقفل البوابات، تبقى البوابات موسطنة، ويطبب بقى من بره، يلحم من بره اللي هو المعجون الحديد. ويا رب يكون في افادة ليكم اللي انا بقوله ده.